السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نشارك معكم هذا الفلون كيجي زوين، بلا طياب، بلا كريمه، بلا حتى شي حاجه. كيجي رائع، ساهل، دغيا تيوجد ودغيا تيعقاد. يمكن لكم توجدوه حتى لاخر لحظه. بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو مباشره مع الطريقه ديال التحضير والمقادير. خديت هنايا واحد المقله، درت فيها كاس ديال العنبه ديال السكر على نار مهيله صافي، وغنخليها تذوب على راحتها. من بعد ما بدات كتذوب ما قصتهاش في الاول نهائيا، حتى بدات كتذوب هكاك من الجناب كيف ما كيبان لكم في الفيديو. عاد بديت كنحرك هكا بواحد الملعقه ديال العود، ماشي ما نديروش شي حاجه ديال الحديد ولا شي حاجه. صافي هنا من بعد ما داب طفيت عليه البوطه وخديت المول اللي غادي ندير فيه الفلون. البنات انا درت هذا المول هذا ديال السيليكون، تقدروا ديروا في اي مول ولا في زليفات ولا في اي حاجه عندكم نتوما. انا صراحه درته في هذا المول وندمت، ما نكذبش عليكم. اول مره كندير فيه هذا الفلون هذا ما ما عجبنيش في هذا المول، ما عجبنيش. فهمتي؟ ماشي عملي. بقيت كنحركو بزاف وبقيت كنحرك في داك المول بزاف، ما جانيش الخدمه نهائيا. المهم دار في مول عادي من الاحسن. انا مبغيتكمش تطيحوا في الخطا اللي طحت فيه انا. المهم هذاك الكراميل كنشدو كندرعوها هكا على الجنيبات، ضروري كنسرحوها هكا على دوك الجنيبات باش يجينا هذا سايح يعني من فوق هذاك الفلون اللي غادي نديرو. صافي المهم كنسرحو من هكا ومن هكا. وكيف ما قلت لكم الا كان عندكم شي مول عادي ولا زليفات ديال الدجاج ديروه من الاحسن. المهم اللي عندها بحال هاد المول بلا ما ديروا هذاك الخطا اللي طحت فيه انا مبغيتكمش تطيحوا فيه حتى نتوما. صافي وغادي نخليه على جنب. غادي نجيب واحد الكاسرونه درت فيها ايطرو ديال الحليب وغندير فيها جوج ديال الفلون. انا درت هادو ديال الكراميل وغادي نزيد السكر. بالنسبه للسكر انا هنايا درت واحد جوج ديال المعالقات، لان غادي نستعمل البسكوي وداك الكراميل اللي لتحت، يعني ضروري غيجينا حلو بلا ما نكثر السكر. صافي كنخلطهم وكنديرهم فوق البوطه غير كيدفاو وغادي نرجع معكم. ضروري غير يدفاو. صافي من بعد ما دفا لي داك الحليب غير دفا صافي، ماشي خليته حتى غلا، لان هنا الكاس عندي ديال المولينيكس عندي غير بلاستيك، خفتو يطردق ولا يخسر ولا المهم ما علينا نديرو احتياطات. صافي دابا فرغت هذاك الخليط اللي دفا وغادي نزيد عليه واحد جوج باكيات ديال البسكوي. اي بسكوي كتفضلوا نتوما. انا درت ديال 2 دراهم ونص، كيجيني في المذاق زوين كيعجبني. صافي درتهم جوج باكيات وغادي نطحنهم وغادي نرجع معكم بلا ما نطول عليكم الفيديو. هنا ملي طحنته عاود تفرغته في داك الكاسرونه اللي درتو فيها في الاول. هنا كنحرك باش ينزل كلشي. صافي وغادي نردو فوق البوطه حتى كيبدا يغلى، وانا كنحرك. ضروري من هذه العمليه ضروري ما نحركوه فوق النار، وتكون العافيه غير مهيله ما تكونش مجهده. ما نجهدوش عليه لان راه في ساعه كيبدا يعقاد لينا داك الخليط ديال الفلون مع داك البسكوي. كيعقاد، شوفوا كيفاش كيولي، شوفوا كيولي كريمي كيولي زوين. هنا راني كنحرك، وإلا بان لكم بدا كيتكتل غتعاودوا تردوه في داك الخلاط وطحنوه. الا بان لكم عادي غتخليوه صافي. غادي تستمروا في التحريك حتى كيعقد حتى يغلى. صافي وكتفرغوه في داك المول اللي درتو ولا في زليفات ولا اي حاجه نتوما غادي تقدموه فيها. المهم انا كنبغي نشارك معكم زعما كلشي، يعني حتى دوك الاخطاء اللي كيوقعوا لي انا ما كنبغي ما بغيتهمش يوقعوا لكم حتى نتوما.
هانتوما غتشوفوا كيفاش غادي يخرج ليا داك الفلون في الاخر. هو راه زوين، عرفتي راه المذاق زوين والريحه حتى هي دابا راه طالعه. ما نعاودش لكم في هذه اللحظه هذه اللي كنت كنحرك، كانت واحد الريحه زوينه ومع انا صايمه والله العظيم الا ديك الريحه كتشهي. هنا ما بغيتش نزرب الفيديو، راني بقيت كنحرك غير بشويه بشويه باش تشوفوا الخطوات كاملين. ضروري كندوزو ديك السباتيل من الجنب حيت كيبدا بحال كيتلصق لينا من الجناب. صافي هنايا من بعد ما غلا طلعت فيه الغاليه، شوفوا كيبان لكم ولا كريمي بحال عقاد شويه بحال. المهم هنا غادي نفرغوه في هذاك المول. هنا راني زربت، خاصني ضروري ندير هاد العمليه، ضروري ندير معلقه ونخوي عليها حيت باش ما يخسرش ليا داك الكراميل اللي درت لتحت. وهنا هذا هو الخطا اللي قلت لكم درت في هاد المول هذا. ما غاديش نلقى راحتي في الهزان، وانا عرفتي عاده جاتني الحداقه وعاده بديت نحرك فيه من هنا ونهز فيه من هنا حتى تفجر ليا داك الفلو. هنايا راني صافي فرغته وغادي نخليه فوق البوطاجي حتى يغلى. كان عليا ندير تحت منه شي صينيه ولا شي حاجه باش نبقى نهز الصينيه ديريكت. انا لا، خليته هكا ديريكت وبقيت مره نحرك هاد المول من هنا، مره نحركه من هنا، مره نمسح من هنا حتى تفجر. المهم غادي نخليه قلت لكم هنا فوق البوطاجي حتى كيدفى وندخلو للثلاجه. راه في ساعه ما كيبرد وفي ساعه ما كيوجد، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. وانتم شوفوا التشققات اللي جاتني. المهم انا وريته لكم على حقيقته، ما بدلتو ما حتى شي حاجه. من بعد ما فرغته في هذاك الطبيسيل كيجي زوين وكينزل فيه ساعه ما تيوحل ما حتى شي حاجه، راه كيجي زوين صراحه وفيه ساعه ما كينزل لينا في الطبسيل. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. وصلنا لنهايه ديال الفيديو. بسلام عليكم.